السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير. بالنسبة للقرار اللي طلع من قبل الأوقاف اليمنية على أنه تم إيقاف العمرة، تأكدت من المكاتب المختصة بالعمرة، فأغلب المكاتب أكدوا لي أن هذا الإيقاف مؤقت فقط عشان عملية تنظيم دخول معتمرين من المنفذ الوديعة. أما بالنسبة لإصدار العمرة سوف يتم البدء فيه خلال أسبوع كده، يعني بعد أسبوع سوف يتم بدء في إصدار العمرة حسب كلام أغلب مكاتب المختصة بالعمرة. أما بالنسبة لموضوع انتهاء موعد العمرة نهائي، كثير من الشباب يسألون، آخر موعد هو في ذي القعدة إن شاء الله. أما بالنسبة لجوازات الموجودة في السفارة من دفعة شهر 1، فاحتمال تخرج نهاية هذا الأسبوع، لأن في كثير ناس منتظرة جوازاتها، فإن شاء الله بتخرج نهاية هذا الأسبوع لأنها تأخرت كثير. فأتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله خلال الأسبوع هذا تتأشر كثير من الجوازات عشان تنزل دفعة شهر 1 كاملة بإذن الله الواحد الأحد. حبيت أوضح لكم هذه النقاط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.